السلام عليكم. محامي عمل زي سفاح الجيزة وزي رايا وسكينة، شقق في الدور الأرضي ويشيل البلاط ويحفر ويدفن فيهم. والصدفة اللي خلته اتكشف إن الست اللي كانت عايشة معاه صرخت وقالت ده في جثث جوه، في ناس مقتولة جوه، واتصلوا بالبوليس. دي كانت بداية اكتشاف جرائم المحامي نصر الدين اللي اتعرف بسفاح المعمورة، واللي الناس شبهته برايا وسكينة 2025. بس ايه اللي حصل؟ وايه قصته وقصة جرايمه؟ وهل اتعرف كل جرايمه ولا لسه في جرايم تانية ممكن تكون لسه ما اتعرفتش؟ هنعرف كل ده في فيديو النهاردة عن سفاح المعمورة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. سفاح المعمورة محامي اسمه نصر الدين السيد غازي، عنده 51 سنة، من محافظة كفر الشيخ. متخرج سنة 1995 من كلية الحقوق كفر الشيخ، وقعد في اسكندرية 10 سنين. اشتغل وفتح مكتب محامي، وأجر في فترة ال10 سنين اللي قعدهم هنا في اسكندرية 18 شقة.